السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة مطبخ العائلة. جبت لكم اليوم واحد الوصفة ديال السلو، كيجي رائع، كيجي بنين بزاف ولذيذ ومعلك كما كتشوفوا. كيجي واعر لا في المنظر ولا في الشكل ديالو ولا في البنه تاعو، كيجي زوين بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائلة والاصدقاء باش تكون الفائدة للجميع. كما شفتوا رمضان على الابواب، لا يدخلوا علينا في الصحه والهنا ان شاء الله. غادي نوريكم كيفيه تحضير السلو. خليكم مع الصور وشكرا. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا غادي نوريكم المقادير. عندي كيلو ديال الطحين كما شفتوا راه محير. عندي 400 غرام ديال الجنجلان حمرته في الفران حتى هو. عندي 400 غرام ديال اللوز كما شفتوا راني سلقته وقلعت له ديك القشره وقليته في الزيت. عندي 400 غرام ديال القوقاو حتى هو حمرته في الفران. عندي 300 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي 100 غرام ديال الشوكولا غبره، وعندي الزرارع 70 غرام. عندي كاس معمرش ديال العسل، عندي لتر ديال الزيت، وعندي سكر عفوا شويه ملح، وعندي ساشي نتاع الفاني، وكما شفتوا الكوزه والمسكه الحره. كما شفتوا درك غادي نطحن داك القوقاو، غادي غير نهرمشو، ما غاديش نطحنو مزيان، غادي غير نهرمشو شويه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للوز غادي نهرمش غير نص ونص، غادي نخليه هكذاك كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه. هرمشت غير نص ونص، خليته هكذاك. انا كيعجبني يبقى يبان داك اللوز، هذاك اللوز يبان مزيان في السلو. وبالنسبه حتى للجنجلان غادي نديرو نفس الشيء، غادي نطحن غير نص ونص نخليه هكذاك. بهذا الشكل هذا. وعندي دوك الزرارع حتى هما غادي نطحنهم خصني يطحنوا مزيان مع ديك المسكه الحره حتى هي غادي نديرها تما. وبالنسبه لهاد الزرارع من احسن تطحنوهم في الطحانه اللي تطحن مزيان. انا من بعد كما شفتوا هانشو ما كتطحنش مزيان، طحنتهم في مونينكس. وكما راكم تشوفوا راني درت داك الدقيق المحير، وزدت عليه داك اللوز وداك القوقاو وداك الشوكولا غبره وداك شويه تاع الملح وداك الساشي تاع الفاني ودوك الزرارع. وغادي نحك ديك الكوزه، غادي نحك غير، غادي ماشي نديرها كامله، غادي نحك غير شويه. غادي نزيد داك السكر كلاصي، ديك 300 غرام تاع السكر كلاصي، وغادي نخلط دوك المكونات. كما شفتوا انا القصريه جاتني صغيره، بدلت واحده اخرى باش تساعدني في التخليط.
باش كنخلط ما تغبنيش. كما راكم تشوفوا كنخلط داك المقادير مزيان، عاد ندير الزيت وندير العسل. بهذه الطريقه هذه كتدخلوا داك المقادير، خص تخلط مزيان في الاول. نتمنى الفيديو يكون واضح، الطريقه تكون واضحه. كما شفتوا نزيد داك الكاس مع مرش ديال العسل، وغادي ندخلو حتى هو في داك المكونات، وغادي نزيد الزيت. طبيعه الحال الزيت غادي تكونوا سخنتوها من قبل، ضروري خاص تكون سخونه بزاف، تسخنوها وتخليوها تبرد شويه، عاد تبداو تخلطوا، حيت ما غاديش تقدروا تخلطوها وهي حاميه. انايا سخنتها مزيان، تحمات مزيان وخليتها بردت شويه، عاد بقيت نضيفها شويه بشويه كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه وانايا كنخلط. كما شفتوا انا في التالي استعملت يديا باش يجيني ساهل باش نقدر نخلط السلو ديالنا. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وما تنسونيش بالاشتراك والدعم، وفي وصفه اخرى ان شاء الله.